إيه اللي بيحصل في سوق الذهب في مصر؟ وليه الأسعار بتهب فوق بشكل مش طبيعي؟ وليه شركات تصنيع الذهب بقت بتطلع للخليج أكتر من السوق المحلي؟ فهل ده معناه إن الذهب في مصر خلاص مش هنشوفه قريب؟ ولا في حاجة أكبر بتحصل؟ فالفيديو ده هنفهم اللعبة ونعرف ليه شركات الذهب عاملة خطة هجومية على الأسواق العالمية بدل ما تعتمد على السوق المصري، وهنشوف إزاي ده مرتبط بارتفاع الأسعار اللي مخلي الناس تشتري ذهب وتخزنه كأنه كنز. الفترة الجاية، ومع كل مرة بتقل فيها الفايدة، الطلب على الذهب بيزيد لأنه بيبقى ملاذ آمن للاستثمار بدل الدولار اللي ما فيهوش عائد كبير. أما عندنا في مصر فالموضوع مختلف شوية. في توقعات إن الذهب هيزيد بنسبة 15% السنة الجاية، والسبب إن أسعار الدولار بتعلى والجنيه المصري بيضعف، فبالتالي الناس بتشتري ذهب علشان تحافظ على فلوسها. وده اللي مخلي السوق المحلي سخن جدا دلوقتي. تعال نبص على شركات تصنيع الذهب. الشركات دي مش بتعتمد على السوق المحلي بس، بل بالعكس بدأت تخطط لاختراق أسواق جديدة، خصوصا الخليج وشمال إفريقيا. مثلا شركة لازوردي قررت ترجع للتصدير بعد توقف 4 سنين بسبب كورونا، وبتخطط تزود إنتاجها بنسبة بين 10% و15% السنة الجاية. تخيل إن الشركة دي لوحدها ليها نص السوق المصري، ومع ذلك بتطلع تصدر أكتر لدول الخليج. أما شركة كينج جولد فدي كمان بتزود إنتاجها 25% السنة الجاية، وبتستهدف لأول مرة إنها تصدر منتجاتها للأسواق الخارجية بدل ما تعتمد على السوق المحلي بس. طب إيه اللي خلى الشركات دي تفكر تخرج بره وبتدور على التصدير أكتر؟ بكل بساطة الأسعار العالمية للذهب بقت عامل جذب كبير. لما السعر يعلى الشركات بتستفيد أكتر لما تبيع بره، خصوصا في الخليج اللي الطلب فيه على المشغولات الذهبية عالي جدا. وفي نفس الوقت السوق المحلي بدأ يشهد زيادة كبيرة في الطلب على السبائك والمشغولات كمدخرات أكتر من استهلاك. الناس بقت تشتري ذهب وتحوشه علشان يخزنوا قيمة فلوسهم بدل ما يسيبوها تتآكل مع ارتفاع التضخم وضعف الجنيه. ودلوقتي مصر مش بس بتفكر في إنها تصدر، لكن كمان بتشتغل على تطوير قطاع التعدين وزيادة إنتاج الذهب. عندك مثلا منجم السكري اللي بينتج حوالي 15.8 طن ذهب كل سنة، وبيعتبر المورد الرئيسي للإنتاج المحلي. الشعبة المسؤولة عن صناعة الذهب والمجوهرات قالت إنهم عايزين يخلوا مصر من بين أول 10 دول في تصدير المشغولات الذهبية بحلول 2027. وده هدف كبير جدا مقارنة بإننا كنا من 3 سنين في مراكز متأخرة جدا في التصدير. في الآخر لعبة الذهب في مصر بقت أكبر من مجرد مشغولات بنشتريها في المناسبات. الموضوع بقى مرتبط باقتصاد كامل بيحاول يخلق فرص جديدة بره الحدود علشان يوازن الضغط على السوق المحلي.